بصراحة أنا كان عندي عزومة وكنت محتارة أعمل فيها إيه، ففكرت على طول في عرق الفراخ البارد. بجد طعمه لذيذ جدا. عملته بصدر فرخة 550 جرام، وزي ما انت شايفة كده ده عرق الفراخ البارد بتاعنا. شايفة شكله عامل ازاي؟ ولا طعمه بصراحة ينافس أكبر المحلات. بصراحة شرفني جدا في العزومة بتاعتنا، وكمان كفى معايا أكتر من 5 أفراد. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اول حاجة معايا في المكونات، معايا بصلتين بحجم متوسط، ضفت كمان فلفلتين رومي احمر واخضر، ضفت 5 فصوص من الثوم، هضيف كمان ورقتين من اللوري، هضيف كمان 5 أو 6 حبات من الكوبيبة الصيني او البهارات الحلوة، بتديني طعم وريحة حلوة جدا في رول الفراخ بتاعنا اللي احنا نعمله النهاردة. خدت كل الخضار في الكبة وهبدأ ان انا افرمه فرم ناعم. وده شكل الخضار بتاعنا بعد ما فرمته. حطينا الخضار بتاعنا في مصفى، هنبدأ نصفي الخضار من اي مية فيه. لازم ان الخضار بتاعنا ما يكونش فيه اي مية. ده صدر الفرخة انا قطعته قطع صغيرة زي ما انت شايفة بالشكل دون، 550 جرام. غسلته كويس وعملت له محلول نقع، وهنبدأ نشتغل فيه ونعمله ألذ واطعم رول فراخ. خدت الفراخ بتاعتي حطيتها في الكبة وهنبدأ نفرمها. هفرم الفراخ بتاعتي فرم ناعم. وده شكلها بعد الفرم. في طبق عميق ضفت الفراخ المفرومه، وهبدأ اضيف عليها الخضار اللي احنا فرمناه مع بعض وصفينا منه المية بتاعته. هضيف كمان كوباية من البرغل بمقدار مج الشاي. طبعا انا غسلت البرغل ده كويس جدا وصفيته من المية ونقعته لمدة ربع ساعة. ضفت كمان معلقتين من النشا، والنشا هنا معايا مادة ربط. ضفت كمان معلقة من البيكنج باودر ومعلقة البيكنج باودر عشان تنفش لي الرول بتاع الفراخ بتاعي. ضفت كمان معلقتين كبار من الفيجيتار، برضو الفيجيتار هنا مادة ربط، وممكن نستبدل الفيجيتار بمعلقتين من البقسماط. هضيف كمان التوابل بتاعتنا. التوابل عبارة عن معلقة من البهارات السبعة، معلقة من الكزبرة الناعمة، معلقة من الفلفل الأسمر المطحون، معلقة من البابريكا، هنضيف كمان معلقة كبيرة من الكاري، وهضيف كمان مكعبين مرق الدجاج ماجي يعليلي التست كده والطعم بتاع الرول بتاعنا. طبعا لو حضرتك ما بتحبيش تستخدمي مرق الدجاج ممكن تستغني عنها تماما. ضفت كمان معلقه من الملح، واحنا بنضيف الملح لو حضرتك ضفتي مرق الدجاج خلي بالك ان مرقه الدجاج بيكون فيها ملح عشان ما تبقاش حادقه منك. هنبدا بقى نخلط كل المكونات الحلوه بتاعتنا دي. اخلطيها بقى على قد ما تقدري، ربع ساعه تلت ساعه. المهم ان انت تاخدي عجينه في الاخر متماسكه، تحسي ان انسجه الفراخ كده ظهرت معاكي. طبعا انا بعد ما عجنتها كويس خدتها كمان فرمتها مره كمان في الكبه. شايفه انسجه الفراخ عامله ازاي؟ شايفه عجينه الرول بتاعنا عامله ازاي؟ بجد تحفه. طبعا طالعه معايا متماسكه لان المقادير مظبوطه. لو طلعت معاكي بتلزق، لو حضرتك عملتي الطريقه دي وطلعت معاكي بتلزق، ممكن تضيفي عليها معلقتين من مواد الربط، اما معلقتين نشا او معلقتين بقسماط او معلقتين فيجيتار. جبت كده ورقه كبيره من الزبده ودهنتها زيت، ونزلت كده بمقدار العجينه بتاعتنا بتاعه الرول، وهبدا ان انا افردها على شكل مربع زي ما انت شايفه كده. طبعا انا دهنت ايدي بس دهنه من الزيت عشان تسهل عليا عمليه الفرد. هي بتتفرد معايا بكل سهوله. هنبدا بقى نلف الرول بتاعنا كده بورق الزبده، تتلف برضو معايا بكل سهوله. وما تخافيش مش هيلزق في ورق الزبده ولا حاجه لان احنا دهنين ورق الزبده زيت. بلفها كده على شكل اسطواني. وطبعا حضرتك اللي بتحكمي هنا في حجم الرول، ممكن تعمليه تخين، ممكن تعمليه رفيع، ممكن تعمليه طويل يعني او قصير. يعني بصي حجم الرول هنا زي ما انت عايزه. انا الحجم اللي انا عامله بيه الرول ده حجم حلو جدا. وزي ما انت شايفه كده هبدا بقى ابرمها كده برمتين على الرخام عشان تديني الشكل الاسطواني المتساوي. هجيب كمان ورقه هنا من الفويل الحراري
وهبدا احط فيها ورقه الزبده بالرول زي ما انت شايفه كده، وهبدا ان انا اقفل عليها كويس. يعني هلفها اكتر من لفه واقفلها كويس جدا، هقفلها كويس جدا في الورق الفويل الحراري عشان الميه ما توصلهاش او تدخلش ليها. وهقفل كمان من الجوانب كويس. ليه طريقتين للتسويه، ممكن تسويه على عين البوتاجاز بس على تسويه البخار، ودي بتاخد وقت. فطبعا انا مستعجله، فجبت هنا صينيه الومنيوم وحطيت فيها الرول زي ما انت شايفه بالشكل ده، وبديت ان انا احط فيها ميه مغليه. طبعا الميه المغليه دي انا ضفت كمان عليها وهي بتغلي معلقتين من الخل، عشان خاطر لما الالومنيا الميه تغلي فيها ما تسودش ولا تزرقي مني. هدخل بقى الرول بتاعنا ده في فرن ساخن مسبقا عند درجه حراره 200. هياخد وقت قد ايه؟ في ممكن ياخد ساعه، ممكن ياخد ساعه الا ربع، على حسب درجه حراره الفرن بتاعتك. بعرف ازاي ان هو استوى؟ بجيب عصايه من شيش الطاووق او سن سكينه او اي حاجه لها سن رفيع، وبغرزها في قلب الرول. لو الرول طلع السكينه اللي انا مثلا نزلتها في قلب الرول طلعت ما فيهاش اي عجين، يبقى الرول بتاعنا استوى. ببدأ بقى افك ورقة الزبدة، بتتشال بكل سهولة لان احنا دهنينها زيت، فبالتالي مش هتلزق معانا في عرق اللحمة بتاعنا. هنعمل فيه ايه تاني؟ خطوة مهمة جدا، معايا معلقتين من الكاتشب، عليهم معلقتين من الزيت، عليهم معلقتين من مية الخضار اللي احنا صفناها في بداية الفيديو، اللي هي مية البصل والثوم والحاجات اللي احنا فرمناها مع بعض في بداية الفيديو. وهبدأ اخلط كل المكونات دي مع بعضها، وهبدأ ان انا ادهن بيها الرول بتاعي زي ما انت شايفه كده، عشان تديني اللون المحمر الحلو جدا اللي احنا شفناه في بدايه الفيديو. لو ما فيش عند حضرتك كاتشب تقدري تضيفي معلقتين من الصلصه. بعد كده هدخل الرول بتاعنا ده تحت الشوايه، وهقلبه طبعا يمين وشمال، واخليه ياخد مثلا من الجوانب ومن الاعلى ومن الاسفل لحد ما ياخد معايا لون المحمر الحلو. يعني هقلبه على جميع الجوانب. الشوايه يعني بشغل الشوايه على نار هاديه علشان خاطر الرول ده بياخد لون بسرعه، او الكاتشب بياخد لون بسرعه. طبعا عقبال ما الرول بتاعنا ياخد لون، هنبدا بقى نعمل الفرشه بتاعتنا اللي احنا نحط عليها الرول بتاعنا. جبت بصلايه كبيره قطعتها طرنشات، وفلفلايه واحده رومي قطعتها شرايح زي ما انت شايفه بالشكل ده، وضفت كمان معلقتين من ورق البقدونس. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. هضيف معلقه صغيره من السماق، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر المطحون، ومعلقه صغيره من الملح. لو حابه حضرتك تعصير كمان عصره ليمونه او معلقه خل، هتديكي طعم اطعم واطعم، هتديكي طعم حلو جدا. دي كده اسمها فرشه المشاوي. وده شكل الرول بتاعنا بعد ما خرج من تحت الشوايه. طبعا هو دلوقتي هادي، يعني سيبته برد شويه، فمستحمله ايدي ان هي تمسكه. انا هقطعه قدامكم دلوقتي طرنشات. شايفه الحجم عامل ازاي وشكله عامل ازاي؟ بجد يفتح النفس، وريحته كانت قلب المكان ما شاء الله. بصراحه انا جبت القطاعه وفردت عليها فردت عليها عيش من عيش التورتيلا. بصراحه انا قلت ان انا هقطع عرق اللحمه وهقدمه على القطاعه زي ما هي كده القطاعه مفروض عليها عيش التورتيلا، ولكن جات لي فكره تانية فعملتها. زي ما انت شايفه كده ابتدينا نقطع الرول بتاعنا. طبعا الحجم تقطعيه زي ما يعجبك، انا قطعت حجم رفيع وحجم تخين عشان اوريكي الحجمين، ده الحجم التخين وده الحجم الرفيع. اهم حاجه ان انت تقطعي بسكينه حاميه، مش مهم تكون مشرشره، المهم ان هي تكون سكينه حاميه. طبعا بصراحه انا عشان مستعجله فانا بقطع الرول دون وهو دافي، لكن حضرتك لو مش مستعجله تقدري تسيبيه لما يبرد تماما، وده الافضل. هو بيتقطع معانا بكل سهوله. بصراحه شكله يفتح النفس وطعمه ولا اروع من كده. بجد تحفه ومكونات بسيطه، وعمل لي كميه حلوه جدا. يلا بقى نجيب الطبق بتاعنا ونشوف هنرص عرق الفراخ بتاعنا ده ازاي، وهنقدمه ازاي في العزومه بتاعتنا. انا هكمل تقطيع وهنقدمه مع بعض. انا بوريكي بس شكله من قرب. ودي الكميه بتاعت الرول، يعني الرول قطع لي الكميه اللي قدامك دي. طبعا انا جبت هنا سرفيز مدور وفردت فيه كده زي ما بنشوف في المطاعم، فردت فيه كده عيش التورتيلا،
وطبعا انا كنت عامله بصراحه هقدم معاه رز اصفر. انا عملت طريقه الرز الاصفر دي زي طريقه الرز البسمتي بالظبط، بس ضفت رز مصري. وهبدا اضيف بقى الارضيه بتاعتنا او الفرشه بتاعتنا على العيش التورتيلا زي ما انت شايفه كده، اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هو البصل والفلفل الرومي الالوان والخضره والسماق والفلفل الاسمر والملح. وهنبدا بقى زي ما انت شايفه كده، يعني الطريقه دي حلوه جدا للتقديم. طبعا حطيت كده طبق من الرز الاصفر في وسط السرفيز، وهبدا اضيف الكفته هبدا اضيف القطع الرولي الفراخ زي ما انت شايفاها بالشكل ده. طريقه حلوه جدا للتقديم. يلا قبل ما بقيت اكمل بقيه جرنشه الطبق، هنشوف مع بعض كده، نفتح قطعه كده او نقطع قطع مع بعض ونشوفها عامله ازاي، متماسكه، حلوه جدا، طعمها حلو جدا، ريحتها حلوه جدا، بجد تحفه. هبدا بقى اكسر كده اللون بشويه كده من ورق الخضره او ورق البقدونس. وده شكل الطبق بتاعنا، بجد هيشرفك جدا في العزومات، وكفالي عزومه 5 افراد. انا بكده اكون انتهيت من الفيديو. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم وينول رضاكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. دعمكم شرف كبير ليا، في حفظ الله.